قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. حتى الطيور كانت بتنعم في عهد العدول رضي الله عنهم وارضاهم. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. يا الله، حتى فقراء أهل الكتاب عاشوا أجمل عيشة في عهد العدول رضي الله عنهم وارضاهم. الشاهد من ده كله إن كان من ضمن الحاجات اللي عملها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه إن هو جوز الشباب والفتيات. ليه؟ عارف ليه؟ عشان الشاب لما يكون مشغول بشهوته ما بيعرفش يفكر في دينه. الشاب ممكن تغلب شهوته لدرجة انه لا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يعبد ربنا ولا عارف يقرأ قرآن ولا عارف يطلب العلم ولا عارف يدعو إلى الله ولا عارف يعامل الناس كويس. نفسيته تعبانة، متضايق، مخنوق، نفسه يحس باستقرار، نفسه ربنا يكرمه بذرية صالحة تيجي بدري كده عشان يقدر ينشئهم نشأة طيبة، نفسه يستقر، نفسه حاجات كتيرة جدا فمش لاقي، فبتبقى نفسيته تعبانة. ولذلك نصيحتي لكل شاب يقدر يتجوز بدري يتجوز بدري. ايه اللي يخليك تتأخر؟ هو لازم تستنى لحد ما يبقى عندك 40 سنة وتتجوز الواد يطلع يقول لك يا جدي ما ينفعش الكلام ده، اتجوز بدري. خلي ولادك الفرق بينك وبينهم جميل، حس ان هو صاحبك. شوف ربنا ليه وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى في صحوبية، بدل ما يبقى في صحوبية مع ميم ولولو وتوت وسوس، لا يبقى صحوبية مع أم وأبويا. أم وأبويا أحب الناس إلي، أقرب الناس إلي. هي دي المسألة، إن أنا أكون بر جدا بأمي، بحبها وبحب أبويا وهم الاثنين صحابي، سر عندهم وسرهم عندي. أنا لما بكون مزنوق في مشكلة ولا أي حاجة أروح أخد أمي في حضني، أمي أنا عايز أحكي لك مشكلتي، عايز أحكي لك يا أبي مشكلتي، عايز أكلمك شوية أخد رأيك. هي دي المسألة، وصاحبهما في الدنيا معروف. الإحصاءات بتقول يا جماعة إن أكتر من 80% من الشباب والبنات أسرارهم مع أصحابهم. يعني الشاب بيبقى سره مع صاحبه أو البنت سرها مع صاحبتها. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انت يا الشيخ محمود. معاك إن شاء الله. مع حضرتك اتفضلي. الو. أيوة مع حضرتك. لو سمحت انا بصلي. ما شاء الله. الو. أيوة مع حضرتك والله. حضرتك الشيخ محمود؟ والله هو بعينه. انا بحبك في الله والله. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. انا لما بصلي دايما بس بقطع على طول. بصلي دايما بس بقطع على طول. وانت كده قلت حاجتين ضد بعض. قلت انك بتصلي وما بتصليش. دلوقتي ما بصليش. ليه طيب؟ بحس ان انا تايهه لما بصلي، بحس ان انا ببقى تايهه في الصلاه. لا ده مدخل مداخل الشيطان، ربنا يبارك فيك. استعيذي بالله من الشيطان قبل ما تخش في الصلاه كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخش على طول في الصلاه. فضل ركزي، حط وشك في موضع السجود وذلك، واقرأي كده قراءه كده متأنية، وعيشي مع كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحس كده بمعاني القرآن، ما تلتفتيش لأي حاجة، هتحس بلذة. حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا الله، اجمل لذة تحس كده ان انت بره الصلاة مخنوقة. يعني عشان كده كان من السبعة الذين يكونون في ظل عرش الرحمن ورجل قلبه معلق في المساجد. ان انسان قلبه كده كأنه متعلق في المسجد، يخرج بره تعبان عايش من غير قلب مش قادر، فما يرتاحش الا لما يخش بيت ربنا سبحانه وتعالى. طب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله. جزاك الله خيرا عن الموضوع الجميل اللي حضرتك بتتكلم فيه. الله يبارك في عمرك ويحفظك. بس انا هطلع الموضوع بس واسال حضرتك سؤال ريت الرد عليه بعد اذن حضرتك. امورنا تحت امرك. انا بشتغل في بنك من حوالي 6 شهور في خدمة عملاء. نعم. فبنفتح حسابات فيها فوائد وبنفتح قروض والكلام ده. نعم. هل هذا شغلي حرام ولا حلال؟ حضرتك بنك اسلامي؟ لا مش بنك اسلامي، بنك استثماري خاص. بنك استثماري خاص. طب انا نصيحتي لحضرتك ربنا يبارك فيك، السؤال كده مفهوم. نصيحتي لحضرتك ربنا يبارك فيك، احرص كل الحرص. احنا ما بنقولش ان كل البنوك ربويه وكل البنوك حرام، طبعا الكلام ده ما فيهوش انصاف. لا، بنقول من انصاف ان في بنوك ربويه وفي بنوك اسلاميه، وفي بنوك ربويه وليها فروع اسلاميه وفاصلين المعامله تماما. في بنوك صح ربويه وعامله فرع اسلامي والاثنين مخلط على، لكن في بنوك فعلا ربويه وعامله فرع اسلامي وفاصلين ده عن ده. حاول ربنا يكرمك تشتغل في بنك اسلامي وربنا يعوضك كل خير ان شاء الله. طب معانا اخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا الشيخ محمود. مع حضرتك ان شاء الله. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويحفظك. انا عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. عايزه اعرف انا عملت ده صح ولا غلط. اتفضلي. انا مخطوبه. نعم. وبساعد خطيبي. نعم. بساعد خطيبي. بايه؟ بساعد خطيبي. في التجهيز يعني كده؟ ماديا كده. نعم. فانا مش عارفه كده صح ولا غلط.
والله ربنا يبارك فيكي طبعا، يعني حاولوا. هو انسان ملتزم الحمد لله. بيصلي. طيب ربنا يبارك فيكم فيه يا رب. طبعا قدر الامكان تحاولوا تاثروا فتره الخطبه ديت، ويبقى في عقد عشان يبقى في يعني التعامل بشكل شرعي، بحيث ما يبقاش في اي معاصي. اما ان انت بتساعديه وتحاولي ان انت يعني تاسسي بيت الزوجيه، الاصل ان كل دوت على الزوج. لكن لو حسيت حضرتك انه انسان فاضل وعايز يتجوز ويعف نفسه ويعف حضرتك، وانت